بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مهندس مصطفى وهدان. النهاردة برحب بالناس كلها. النهاردة هوضح لكم ازاي نخرج من الكاسيت بتاع النوبيرا وصلة A و X، لان لقيت الموضوع مهم بالنسبة لناس كتير بتكلفة تقريبا ما تتعداش 2-3 جنيه. كل اللي هنحتاجه الكاسيت، نخرجه برا العربية، وصلة A و X. يعني ايه وصلة A و X؟ يا اما في ميل زي كده، المخرج التاني بتاعها 3 أسلاك. تمام. ودي وصلة انا عاملها بايدي، ممكن انت تشتريها من عند اي حد بتاع الكترونيات، وممكن في ناس بتستسهل وتجيب وصلة A و X العادية خالص، الميل، وبرضه هتلاقي فيها 3 أسلاك من الناحية التانية. تمام. وصل قطعة سلك صغيرة جدا، وصلة زي ما هنعمل بيها كوبري مش اكتر. تمام. الشرح بسيط جدا. هنيجي نبص على الرسمة دي الرسمة دي بتاعت السي دي تشينجر. ايه السي دي تشينجر ده العربيات اللي احنا عارفين ان هي مواصفات اوروبية، بتيجي معاها من بره حاجة كده بتحط فيها اكتر من اسطوانة بتقلب منها. طبعا الحاجة دي مش موجودة في اي عربية دلوقتي، هنستغل المخرج ده ان احنا نطلع منه A و X. تمام. هنبص على البورت رقم 6 البورت رقم 6 و7 و8، وكمان البورت رقم 2 ورقم 4. دول الخمس أطراف اللي احنا هنحتاجهم. تمام. البورت رقم 2 والبورت رقم 4 و6 و7 و8. تمام. الوصلة السلك الصغيرة اللي احنا جبناها اللي هي دي، هنيجي على البورت، على الفتحة رقم. طبعا احنا لو عندنا سوكت في ميل، طبعا الرسمة دي اهي، الناس كل اللي بتسأل الرسمة دي مكانها فين، اهي السوكت المدور ده. احنا لو عندنا السوكت بتاعه، الدكر بتاعه او الميل بتاعه، يبقى الموضوع سهل. طب ما عندناش، هنضطر ان احنا نعمل حاجة بديلة يعني. تمام. نرجع تاني. السوكت رقم 2 ورقم 4، اللي هو الطرف ده اللي هما الاتنين اللي جنب بعض، اللي هما هنا فين، اللي هما هنا دول، الاتنين اللي فوق دول. هنعمل فيهم ايه؟ نثبت كده الكاسيت، نجيب الوصلة دي. تمام. ونيجي على البورت رقم 2 والبورت رقم 4، ونركبهم ايه في بعض، اكننا بنعمل كوبري مع بعض. وهنقول ليه الكلام ده كده. احنا ايه؟ وصلنا رقم 2 برقم 4. تمام. نيجي بقى على وصلة السلك نفسها او الاي اكس. دلوقتي احنا عندنا 3 أطراف، انا هسميهم يمين وشمال وارضي، او ليفت ورايت جراوند. تمام. هنا هنيجي نبص على الوصلة بتاعت السوكت التاني، هنلاقي بيقول لي رقم 6 رايت، ورقم 7 ليفت، ورقم 8 سيجنال جراوند. ودول فعلا اللي احنا نوصلهم، يمين وشمال وارضي. نوصلهم ازاي؟ طيب نبص كويس على رقم 8 ده اللي هو في النص. نيجي على رقم 8 اللي هو في النص ده، ونركب فيه السلكة دي كويس جدا، ندخلها لتحت. تمام. رقم 6 ورقم 7، 6 و7 اللي هما يمين وشمال ال8، هنركبهم برضو بأي شكل مش هتفرق. ادي رقم 6، نركز بس عشان مفيش أسلاك تلامس بعضها. كده ركبنا ال3 أسلاك. كده تقريبا احنا توصيلاتنا خلصت. تاني، رقم 2 برقم 4، رقم 6 و7 و8. طب احنا دلوقتي خلصنا، هنسيب الشكل ده كده؟ لا، انا بقترح حل كويس. انا جبت مسدس شمع عادي جدا. طبعا لو ما عندوش مسدس شمع، ممكن يجيب شمع بس من ورا كده، ويستخدم اي وسيله اشعال ويسيح بيها الشمع. انا هحط من هنا الشمع ده كده، بحيث انا مش عايز الكابلات دي تتحرك تاني.
بس نتأكد كويس جدا ان الكابلات في مكانها. تمام كده احنا تقريبا انتهينا، فاضل ان احنا نطلع نجرب في العربية. طب دلوقتي قبل ما نطلع نجرب في العربية، احنا هنسيب الاي اكس دي كده، اي اكس دي هنسيبها هنا كده. انا عن نفسي في عربيتي هاجي كده في المكان ده كده واعمل فتحة صغنونة كده واحط منها واخرج منها الاي اكس. طب هخرجها ازاي؟ احنا شايفين من ورا هنا كده في مكان، هجيب السلك ده كده اعديه من هنا كده باي وسيله. تمام، اخش جوه الكاسيت، الوش ده طبعا هيتفك معايا، والفتحه دي اخرج منها ده واثبتها بالشمع. بس قبل ما اعمل كل ده المفروض ان انا دلوقتي هطلع اجرب في العربيه بره. رجعنا من تاني، هنوصل دلوقتي في العربيه. طبعا اللي فك الكاسيت قبل كده هيعرف ان هو له سوكت كبير زي كده بتاع الكهرباء بتاع السماعات، والسوكت التاني بتاع الانتنه. معلش الاضاءه ضعيفه شويه عشان انا بالليل. ماشي، هنبتدي نركب.